السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنعمل معاكم كفتة داوود باشا. معايا ربع كيلو من اللحمة المفرومة، نزلت عليها ببصلاية مبشورة متصفية ميتها، وكمان نص معلقة من الثوم المفروم. ده نص كوباية من البقسماط الناعم عشان نزود حجم الكفتة. كمية الكفتة بتاعتنا هتضاعف كمية الكفتة. كمان معايا معلقتين من البرغل الناعم، غسلتهم وقمت نقعهم في مية البصلة. مية البصلة اللي حطيتها على الكفتة، أنا خدت التفل والمية نقعت فيها البرغل. هاخده بقى أصفيه وأحطه في الكبة مع حتة لحمة كده وافرمه عشان يبقى ناعم معايا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. النص كوباية البرغل، نص كوباية البقسماط مع معلقتين البرغل هيضاعفوا لي حجم اللحمة، وهيعملوا لي يعني ايه، هيضاعفوا كمية الكفتة اللي معايا. هنزل بالبهارات، نص معلقة من الملح وفلفل اسود، ومعايا بهارات لحمة او بهار فراخ. بس انا هكتفي بس بثلاث انواع دول: ملح، فلفل اسود، وبهار لحمة. وهنقلبهم كده في بعضهم. بعد كده خدتهم فرمتهم كده في الكبة، اديت لهم فرمة كده في الكبة لحد ما بقت ناعمة بالشكل ده، وفيها يعني ايه مفتلة. ممكن تعجنيها بايدك براحتك، بس انا استسهلت وخدتهم في الكبة. هكورها بقى بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين، هشكلها الشكل ده، يعني الحجم ده حلو قوي. وبعد كده هاخدها اقليها في الزيت، اديها لون بس كده في الزيت. هنيجي نعمل بقى الصلصة بتاعتنا او الصوص بتاع الكفتة. هاخد معلقتين من الزيت اللي انا عملت بيه الكفتة، اللي انا حمرت بيه الكفتة، وهنزل عليهم بنص معلقة من الثوم المفروم. هقلبهم كده لحد ما يوصل للون الدهبي اللي حضراتكم شايفينه. هنزل عليه بقى بطماطم المعصورة، وهنزل بنفس البهارات اللي حطيتها في الكفتة: ملح وفلفل اسود وبهار لحمة. هسيبهم كده مع بعضهم ياخدوا غلوتين تلاتة كده مع بعض. بعد كده هنزل بالكفتة بتاعتنا وهسيبهم واغطي عليهم 5 دقايق، وكده الكفتة بتاعتنا بقت جاهزة. شايفينها سهلة وبسيطة ومفيش أسهل من كده، وطعمة جدا، مش هتحتاجي غموس جنبها. جربوها وإن شاء الله تعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.